السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين يا رب تكونوا بخير وبألف صحة. فيديو جديد معكم النهاردة، يا رب يعجبكم. فيديو مشتريات الأسبوع من السوق. حبايبي في الله، وحشتوني والله كلكم. جزاكم الله كل خير على كل تعليق بتكتبوه، كلمة طيبة طالعة من القلب. لكم بالمثل أضعاف أضعافها إن شاء الله. ربنا يريح بالكم ويجازيكم كل خير بإذن الله في أولادكم وفي صحتكم وفي عافيتكم إن شاء الله. النهاردة بإذن الله جايبه لكم المشتريات بتاعة الأسبوع، بس نزلنا بدري شوية النهاردة عشان خاطر طبعا درجة الحرارة مرتفعة جدا جدا عندنا النهاردة عن أي يوم. يعني هيبقى لها فترة مرتفعة، والنهاردة بصراحة ربنا يعيني بإذن الله اللي شغال في الشمس ده، ربنا يعينهم يا رب. يلا بينا نشوفوا الأسعار بتاعتنا ايه النهاردة. بسم الله. النهاردة أسعار البطاطس بتبدأ في السوق ب10 جنيه، وفي كيلو وربع ب10. ده بالنسبة للبطاطس، يبقى ب10 وفي كيلو وربع ب10. في بقى بطاطس اللي هي تلاجات لسه مطلعينها الفترة دي، بس على فكرة جميلة جدا جدا جدا، اللي هي الحمراء اللي أنا وريتها لكم في الفيديو اللي فات. حلوة جدا، تحمير وما بتشربش زيت، بس مش بتاعه تخزين تشيليها عندك، لان هي بتطرى على طول وبتضرب على طول. يعني هتجيبيها في خلال يومين في الحر ده تعملي منها. حبيت بس اديلكم المعلومه ديت. زي ما قلت لكم ديت جايباها كيلو وربع ب10 جنيه. طيب في اغلى من كده، في ب12 ونص، وفي ب15 جنيه اللي هي البطاطس الكاره. جبت منها اهوت 2 كيلو ونص، لان الكيلو وربع ب10. نيجوا بقى على البتنجان. اسعار البتنجان في ب10 وفي كيلو وربع ب10، يبقى ب10 وكيلو وربع ب10. ده بالنسبه للبتنجان. على فكره في حاجات بتبقى بايته معاهم فبيبيعوها رخيصه شويه، وفي حاجات صبحه لسه جايه. القته ب15 جنيه وب20 جنيه، يبقى ب15 وب20 جنيه. كيلو وربع دوت ب20. الخيار النهارده ب15 لا مفيش ب15، ب20 وب25 جنيه. الله المستعان. الطماطم بتبدأ معاكي من أول 5 جنيه، في ب5، وفي كيلو وربع ب5، وفي كيلو ونص ب10. ده بالنسبة للطماطم. إن شاء الله لما ننزل تاني أجيب لي كمية وأفرزها في الفريزر. معانا ايه تاني؟ البتنجان الكوبي بيتباع فيه ب10 وكيلو وربع ب10. ده بالنسبة للبتنجان. كمان البصل اهوت بيبدأ بكام؟ بيبدأ فيه بيتباع ب5 اللي هي الحباية الصغيرة، وفي ب10، وفي ب12 ونص، وفي ب8 جنيه. ده بالنسبة للبصل. الثوم يا بنات النهاردة عامل من أول 60 جنيه، وفي نوع اللي هو الأحمر ب70 جنيه. ده بالنسبة للثوم والبصل. نيجوا بقى على الملوخية. الملوخية 3 ربط ب10، وفي 4 ربط ب10، وفي كيلو ب10 جنيه. الفاصوليا الخضراء بتتباع في ب15، وفي بياعين بيبيعوها ب20 جنيه. حاولي تاخدي لك لفه كده في السوق من جوه قبل ما تشتري، لان من جوه بيبقى حاجه ارخص. كمان في ايه تاني؟ الباميه موجوده هناك، باميه الويكا. وطبعا لو هتخزني خزني اليومين دول عشان خاطر في الحر دوت هتبتدي تدود وتخلص. بكام الباميه؟ بتبدأ معاكي بامية الويكا من اول 15 جنيه، 20 جنيه، 25. البامية الأصغر منها شوية بتبدأ في ب30، وفي ب35، وفي ب40، وفي لغاية 50 جنيه. ده بالنسبة للبامية. معانا كمان الخضرة. الربط 3 ربط ب5 جنيه، وفي ربطتين ب5، وفي 3 ربط ب10 جنيه. نيجوا بقى على أسعار الليمون اهو. الليمون بقى له فترة في السوق. الكيلو كان ب10 جنيه، وفي كيلو ب15. النهاردة الكيلو ب15 جنيه. اكتر البياعين ب15، واللي اصغر منه ب10، بس مش كتير، فخلي بالكم ممكن يغلى اليومين دول، يبقى ب10 وب15 جنيه. الجزر بيبدأ ب5 الرفيع، وفي كيلو ونص ب10، وفي ب10 جنيه. ده بالنسبة للجزر. معانا كمان الكرنب الصغير موجود في السوق، بيبدأ معاكي الواحدة ب15 جنيه، وفي ب20 جنيه اللي هو الصغير الملفوف ده. تقريبا دوت صيفي مش شتوي، لان الشتوي تقريبا لسه ما طلعش. ده بالنسبة للكرنب.
نيجوا بقى على اسعار البطيخ، وقلنا بقى له فتره انه هو خلاص هينتهي، بس لسه في كام بياع كده موجود في السوق بيبيع. بكام البطيخايه ديت؟ كان بيقول لي ب40، خدتها منه ب35 جنيه. واللي هي اصغر منها ديت عامله 25 جنيه. يبقى في ب35، في ب30، وفي ب35، وفي ب40، وفي ب50 وب60. ابتدى دلوقتي السعر يطلع زي ما كان طالع الاول. يبقى ديت ب40 جنيه. معانا كمان التين الشوكي اهوت. انا كنت بجيبه مقشر، بس النهارده قلت اجيب بالكيلو. الكيلو بكام في السوق؟ في بياعين بيبيعوه الكيلو ب20، وفي بياعين بيبيعوه ب25 جنيه، وفي ب30 جنيه. طب الحبايه بتتباع بكام؟ الحبايه بتتباع من اول 2.5، وفي ب3، وفي ب4، وفي ب5 جنيه. ده بالنسبه للتين الشوكي. معانا كمان التين اللي هو التين العادي البرشومي دوت. عامل كام؟ بيتباع في ب30، وفي ب35. العنب النهارده بيتباع في ب30، وفي ب25. الدبلان شويه، وفي ب35 جنيه. معرفش ايه حكايه 35 دي. المانجا، نيجوا على اسعار المانجا. المانجا ديت جايباها ب35 جنيه اهي. وفي اللي اصغر منها الخضره في ب30، وفي ديت ب35، وفي ب40، وفي ب50، وفي طبعا ب60 جنيه. طبعا هي انواع. جبت كمان ايه ده؟ كيلو ونص من المانجا. الشمام بيتباع الكيلو النهارده ب15 جنيه. ب15 جنيه. وفي برضو كيلو بيتباع ب17 ونص. طبعا هو شد عن الاول. نيجوا على اسعار اللبن اهوت. اسعار اللبن، جبت ازازتين بقري. الازازه عامله، اللهم صل على سيدنا محمد، 50 جنيه الرتلين ونص. والجاموسي الرتلين ونص ب80 جنيه. الجبنة شادين فيها اليومين دول من اول 70، 75، 80 جنيه. ده بالنسبة للجبنة. السمنة بقى قبل ما نخشوا على الدواجن. السمنة النهاردة الجاموسي ماسكين عليها، في بياعين ب420، وفي ب450، وفي ب480. اسعار كلها متفاوته، مش زي بعضيها. وطبعا انا بصراحه مش ضامنه السمنه اللي موجوده في قلب السوق اللي في محطه مصر، مش ضامناها بصراحه. السمنه البقري بتتباع من اول 200 250، وفي ب280، وفي برضو ب300 جنيه. نيجوا على اسعار القراميط. القراميط بتتباع النهارده في ب30، وفي ب40 جنيه. والسمك البلطي الصغير الشوي بيبتدي معاك من اول 25، 30. طبعا في ياما هناك في مزارع وفي البلدي. السمك البلطي القلي بيتباع من اول عشان تقدري تقليه حلو كده 70 جنيه، وب80، وب90. الله المستعان. اللحمة المفرومة المجمدة في ب180، وفي ب200، وفي ب220 جنيه. معانا الدواجن النهاردة. كيلو الفراخ ب67 جنيه، وفي محلات تانية بتبيعها ب68 جنيه. الوراك النهاردة بتتباع الوراك النهاردة بتتباع ب71 جنيه، ومحلات تانية بتبيعها ب70. انا بسأل لكم على كذا محل. معانا كمان الأجنحة بتتباع الأجنحة بتبتدي من أول 45، وفي محلات بتبيعها ب50. كله مش زي بعضه على فكرة. وفي الهياكل النهاردة بتتباع ب34 جنيه، وفي محلات بتبيعها ب35 جنيه. طبعا أنا بجيب لكم الفرق بس عشان خاطر محدش يروح يقول انت قلتي سعر ولقينا بسعر تاني. أنا بقول لكم على جميع المحلات. معانا البط المرار النهاردة عامل 97 جنيه. 97 جنيه. البط البلدي النهاردة عامل 150 جنيه. والبط الفرنساوي بيتباع ب100 جنيه النهاردة. الديوك الرومي النهاردة الحي البلدي بيتباع ب150، والأبيض النهاردة الحي برضو بيتباع ب130 جنيه. معانا كمان الأرانب ب115 جنيه. الفراخ الساسو النهاردة ب118 جنيه. الله المستعان. ربنا يقويكم ويقوي كل واحد على حاله. أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.